سمعوا لي سالفة هذا الرجل وصار يقول أنا قبل كنت أشتغل أعمال حرة واشتغل بالملابس وأجيب بضائع من دول وأروح وأرجع وخير من الله. ذاك اليوم قلت له أنا بعد ايش عندي باقي بالعراق؟ أشوف ناس كلها تشتغل على الإنترنت. قلت خلي أخذ عويلي وأروح وين؟ أقعد بتركيا. يقول أخذت مرتي وجهالي سويت لهم جوازات وكملت وهاي على حسب الأصول وطلعنا تركيا. الحمد لله وشكر ظلينا سنة احنا مرتاحين. أنا زوجتي أحبها وتحبني ومقدرتني ومقدرها ولله الحمد ما عندنا كل نقص. يقولوا ذاك اليوم صارت عندي رجعة للعراق. عندي ولا صديق دائما على تواصل أنا ويسألني عن أحوال تركيا وأغراض اللي أجيبها ومن هالكلام هذا. المهم ذاك اليوم قال لي تجي للعراق ذمة برقبتك تجي يمي. قلت له خير إن شاء الله. هذا أعز من أخوي صديقي الروح بالروح. نتواصل أنا 24 ساعة يسأل عني ويسأل عن أخباري. هذا بعد شو تريد منه؟ المهم جيت من تركيا قبل وين؟ على بيته خطية ولد ما قصروا يعني. طبعا عائلته مثل عائلتي أنا أعتبر إنهم أخ. والف وضحك وطلعوا. طب يقول ظليت 10 أيام. بهال10 أيام يقول شفت أخته منفصلة وبدينا نسولف. قلت له اليوم عندكم جهال وهاي؟ قال والله هاي أختي انفصلت ومن هالكلام هذا. خير إن شاء الله. المهم أكلت وشربت وضحكت وطلعت وياهم وجبت لهم أنا هدايا من بذاك الوقت. يقول وراها رجعت. يقول من رجعت؟ هي هاي البنية أنا شفتها شوفة واحدة بهال10 أيام كلها. أنا شفتها شوفة واحدة يا أخي. يقول طبيت التركية أحس هاي البنية تمشي وياي. هاي البنية وين ما أروح التفت ألقاها قدامي. شنو الموضوع ما أدري. شنو حبيته هي اللي نظرة واحدة. المهم ما طولت شهر ورديت. رجعت وين؟ رجعت للعراق. عفت مرتي وجهالي بتركيا ورجعت للعراق. وهم أخذت لي بالشهر. زوجتي بدت الشك. قالت أقول لك شو أنت روحاتك زادت للعراق شنو موضوعك؟ قلت لها لا عندي شغل ولازم أخلص أنا بالعراق. أنا هم أخلص شغل ويا المحلات اللي أدزلها بضائع وبنفس الوقت هم أنا جاي على هاي المرة. شنو سوت لي ما أدري. ظليت لي شهر كامل هناك. المرة تدق علي تعال يا معود محتاجينك وأني ضال بالعراق. لا أروح القرايب ولا أروح. قاعد ببيتهم آكل وأشرب وأطلع الشغل وأرجع. يقول ذاك اليوم تقابلت أنا وهاي البنية. قلت لها أقول لك شغلة. قال لها أنا من رحت تركيا ورجعت أتخيلك وياي. شنو موضوعك؟ سولفي لي. يعني أنا رحت تركيا يعني أنا أنام أتخيلك بمكان مرتي. أطلع بالشارع أحسك وياي. يعني يومي قام ما يكمل بدونك وأنا شفتك مرة واحدة. قالت له لا ماكو كل شيء بس أنا هم معجبة بيك. يعني أخوي سولف لي عنك ومن الكلام هذا. يقول صار إعجاب بينه وبينها. أعطتنا رقمهم بدينا نتراسل عنها. وراها مرتي قامت تتلح. قلت خلي أرجع تركيا. رجعت تركيا. ظليت هناك أنا أتواصل وياها. شو وقت تجي؟ أنا حبيتك يعني كذا أنا كذا. والولد نهايم بالحب. نسى زوجته نسى أولاده. طبعا هذا أكبر غلط وما أنصح به. لذلك الولد قال نزل قسطي خلي يستفيد غيري. المهم يقول اتفقت أنا وياها حتى نتزوج. البنية وافقت. يقول رجعت للعراق. بعد أخذ صديقي حساني ما أريد أطعن بشرفه ومن هالكلام هذا. جيت للعراق حكيت ويا صديقي. قلت له طبعا هاي أختك ومنفصلة وعندها جهال أنا مستعد أصرف عليها وأنت تعرف وضع المادي زين. قال له والله احنا ما نحصل أحسن منك بس نسأل البنية إذا وافقتك. يقول سألوا البنية رفضت. شنو الموضوع؟ شنو تعال وجيت من تركيا أوصل يمك ترفضين؟ المهم كان يقول أدق عليها. قلت لها قلت لك فلانة شنو الموضوع؟ شو مو أنت قلت تعال وأنا حبيتك قلت له لا مو أنت ما تعرف. إذا وافقت بسرعة فأخوتي راح يشكون إنه أنا عندي شيء وياك. خطة مدروسة. قال إذا هيك ما يخالف خلي نفوت لنا شهر من هالشهر هذا وأرجع أتقدم لي من جديد وراح أوافق. الولد ما قال باطل. هم شهر ورجعت تركيا. زوجته بدأت تسوي مشاكل. أنت إيش عندك رايح وإيش عندك جاي. وشافته يلتهي بالتليفون أكثر من اللازم. هو لازم تليفونه ويفتر. شنو الموضوع؟ بنات تركيا كلهن ما عجبنك؟
أراد نرجع للعراق. طبعا زوجتي هناك سوت له عركة، قالت له خلاص أنت من طريق وأنا من طريق، لأن الظاهر أنه أنت أصبحت غير شيء، ننفصل أحسن. هذا إجته من الله، قالها طلقتش، طلق زوجته. وأنا رجع للعراق، أجر له بيت قعد بيه حتى شنو يتسامر هو وحبيبته الجديدة. راح تقدم للبنية طوها له، وافقت البنية بعد ما لحته طبعا. يقول وراها بدأت الأمور تتغير، إنه أني هاي البنية قمت لا أطلع ولا طب، بس أحكي وألهج بهاي البنية، والبنية ما معبرتني من خطبتها لحد الآن. ذاك اليوم قلت لها تعالي شنو الموضوع، هسه أنا خطبتك قدام العالم، أريد أشوفك نقعد أنا وياك نسولف، ترى أنا مرتي طلقتها وجهالي شمرتهم عليها، أريد أشوفك أنت شنو وضعك. المهم قالت لي يلا أنا باكر جايتك، راح أسوي لي السالفة يم أهلي وأطلع. يقول جتني، ولكن البنية جتني الكلام اللي بينه وبينها كان يدور يعني حول حياتها الزوجية اللي كانت بيها والبهذلة اللي تبهدلتها وشنو كانت وطلقت على شنو. يقول ساعة اللي طبت عندي بالبيت شفتها البنية مختلفة، كان تقول لي أقول لك أنت بعد يعني صرت زوجي من هالكلام وانخطبنا وأنا أحبك وأنت تحبني، تعال خلينا نلعب لعبتنا احنا اثنين والشيطان شاطر. الولد كيف على هالكلام هذا. تعال يقول وألخكن هنا نقطة راس سطر. يقول من خلال هذا الشيء اللي صار بيني وبين هاي المرأة اكتشفت انه هي مو زينة، هاي وحدة. ثاني شيء انه هي ما منقطعة عن الزواج. ثالث شيء طلبت مني قميص، اريد قميصك، شو تسوين بيه؟ قلت انا احتاج. شو اخذي؟ يقول انا سويت اللي اريده. البنية اختفت من حياتي، ادق عليها تفتح خط، اروح لهم للبيت ما تطلع لي، احكي ويا اخوتها يقولوا لي ما ادري ايش بيها، شو البنية ما راضية. شنو الموضوع؟ يعني بديت استحي من اصدقائي انه انا شو اسوي ما اعرف. يقول بديت اقعد بالبيت وصافن على روحي، الشغل قمت ما اطلع له، زوجتي اتطلقت، جهالي راحوا. يقول ظليت حوالي 5 أشهر، أنا ال5 أشهر هاي وانطلبت للتجار والناس تدق علي وأنا بالي مو يمهم، خارج نطاق الخدمة، مسطور أفكر بس بهاي البنية واللي سويته بي. ليش جابتني للعراق؟ ليش سوت وياي هذا الحرام ولو هي زوجتي؟ يقولوا يا أخي ليش سوت هذا الحرام وياي؟ بديت أفكر، بديت أخذ نفسي الأماكن. يقول مسطور، لا أطلع ولا أطب ولا أكل. يقولوا ضعفت ومدري صار بي. المهم تاجر وانهجم بيته. ظليت على هذا الحال متأذي أنا أذية مو طبيعية. وين أروح؟ وين أغطي وجهي؟ الناس بدأت تلومني، الأهل والقرايب اللي بالعراق بدأوا يلومون، ليش طلقت زوجتك؟ ليش هذا حالك؟ ليش انطلبت؟ ليش هاي البنية أدق عليها ما تفتح خط بعد؟ أروح لأهلها يقولوا لي ما تريد تشوفك، أفسخ خطوبتها. يابا ليش أفسخ خطوبتها؟ شنو اللي بذر منه؟ شنو اللي؟ يقول الولد من قد القهر وهاي شردت من مكاني، رحت الغير محافظة، قعدت هناك، قلت خلي أشتغل، خلي أكل، خلي أشرب، أنا مين بعد ما عندي فلوس، الناس تطلبني، ديانة وراي. يقول اشتغلت ويا رجل، شرحت له حالتي وأنا شاب ومن هالكلام هذا. قال عمي شو أنت مو طبيعي. يقول ذاك رجل دين ومن أهل الله استقبلني وقال عمي شو تريد أنا بخدمتك؟ قلت له أنا كنت تاجر وأنا كنت هيك، والدنيا افترت بي وصار في اللي صار. المهم وذاك اليوم لقاني أسولف ويا روحي، قال عمي بيك شيء أنت؟ قلت له والله يا عمي ما أدري، بهذلت روحي، زوجتي طلقتها، جهالي والديانة والطلاق وما أعرف شنو اللي صار بحالي، أنا ما أعرف والله، أنا ما أعرف يا عمي. قال له تعال أكو وحدة روحانية، تعال خلنا أوديك عليها. قلت له أنا ما عندي فلوس وذول روحانيين يردون فلوس. قال له ما لك علاقة أنا أتحملها. المهم يقول راح هذا الرجل أخذني لها، كان تقول لي أنت شبيك؟ يقول ما ردت أفتح لها دفاتر قديمة. قلت لها أنا رزقي راح،
زوجتي اتطلقت، هيك صار بيه، هيك صار بيه، ما جبت لها الطرف الثاني اللي دخل بحياتي. بعد انفتح قدامها كل شيء هاي المرة، يقول بدأت تسولف، قالت لي أنت يوم من الأيام دخلت بيت، وهذا البيت مشربينك وموكلينك وماخذين منك قطعة قماش. قلت لها ها؟ يقول تذكرت هاي البنية، وأنا صدق أكلت يومهم وشربت يومهم وكل شيء سويته. قالت وهاي البنية اللي كنت على علاقة وياها مسويت لك عمل نجس. كلها انصدمت. قلت لها يعني شنو؟ قالت هاي المرة مسويت لك أعمال نجسة ومقابر ومن هالكلام هذا أنت في غنى عنها. أنت تريد تصحى لو ما تريد تصحى؟ يقول قلت له إيه أريد أصحى الزماني وين صار بيه؟ كان قلنا عين هاي البنية لقيت لها واحد ثاني وتركتك، اكو طرف ثالث دخل بحياته فانت انهملت. يقول هنا الرجل انا صحيت. المهم فكوا مني هاي الاعمال وبديت ارجع الذكريات القديمة. زوجتي وش وصلني لهاي البنية، وليش هاي البنية سوت بي هذا، وليش يعني انا من دون الناس كلها. فيا اخوان انتبهوا من هالامور هاي، انتبهوا من هاي الامور، واللي جالس لا تخسرون نسوانكم. مرتك إذا بتصول وصاينتك وحابتك وحاطتك تاج على رأسها، أنت بعد ليش توصل لهالمرحلة؟ يقول وراها شوية صحيت، رجعت الحياة الطبيعية، بديت أعيد كل شيء. رحت تزوجتي، قلت لها أبوس نعالج، أنا غلطان، وأنا اللي سويته كله غلط بغلط، وأنا كانوا مسوين لي السحر وما أدري بروحي، وأكو وحدة هيك تورطت وياه وكذا وكذا. المهم مهما تكون هي هاي أم جهالة، بين مصدقة وبين لا. يقول الحمد لله والشكر رجعت حياتنا طبيعية ولله الحمد. يقولوا من ذيك الساعة أنا لزمت إذني، إذا وصلت لهيك مرحلة ووصلت للحرام لو حتى أفكر أبدل زوجتي. هاي أم بيتي، هاي أم عيالي، هاي الأصيلة، هاي اللي ما ألقى مثلها بحياتي. فنصيحتي لكم دير بالكم على نسوانكم، والله يحفظنا ويحفظكم بحق محمد وآل محمد، ويبعد عنا وعنكم أمهات السحورة. تحية حب واحترام وتقدير لكم عوائلنا الكريمة، في أمان الله وحفظه.